السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هقولك على حاجة حلوة جدا، حاجة جميلة جدا. في الفيديو ده طبعا احنا مربين الفراخ بتاعتنا للبيض، فراخ بلدي. الفراخ البلدي هي احلى مشروع في مشروع الطيور، لان الفراخ اللي بتبيض انت بتاخدي منها مكسب يومي. يعني تربية الفراخ البياضة احسن من تربية الوز، احسن من تربية الرومي، احسن من تربية الارانب، البط، اي نوع من انواع الطيور. انا بفضل تربية الفراخ البلدي عنه. الفراخ البلدي مشروع من مشاريع الطيور، لكنه مشروع جميل جدا، اكسب برضو من الحمام، لان مشروع الفراخ ده بيكون مكسب يومي. يعني كل يوم بتبيعي بيض وبتكسبي منه، مش زي اي حاجة كتسويق، مش زي البط او الحاجات دي. لا، هي بتعتبر ربح يومي، بتبيعي كل يوم من البيض، وده بيكون ربح يومي ليكي. في الفيديو ده انا هقولك على حاجة كده بالنسبة للفراخ البلدي. الفراخ البلدي طبعا احنا بنربيها فيات ورا بعض كده. فانا هقولك لو انت مثلا بتشتري، عايزة تعملي مشروع البيض، وبتشتري فراخ بلدي. في فراخ بلدي بتبقى عتيقة، وفي فراخ بلدي بتبقى بدارة. طبعا انت بتسمعي الموضوع ده كتير، يقولك فراخ بلدي عتيقة او فراخ بلدي بياضة. ايه الفرق بين الفراخ البلدي؟ يعني ايه فراخ بلدي عتيقة، ويعني ايه فراخ بلدي بدارة؟ الفراخ العتيقة يعني الفراخ اللي بتكون كبيرة في السن، يعني مثلا اللي بقالها 3 سنين، بقالها 4 سنين، 5 سنين. في فراخ ممكن توصل معاكي ب6 سنين او 7 سنين. دي هي الفراخ العتيقة. عتيقة يعني كبيرة في السن. طيب الفراخ البدارة يعني ايه؟ يعني الفراخ اللي لسه سنها صغير، ما كملتش معاكي مثلا 6 شهور، 7 شهور، يعني سنها صغير. فدي بنسميها الفراخ البدارة. بدارة يعني سنها صغير. طيب في الفيديو ده انا هقولك بقى ازاي تفرقي بين اعمار الدجاج وانواعه، عشان يكون عندك خبرة ان انت ازاي تفرقي بين الفراخ العتيقة والفراخ البدارة. الفراخ العتيقة او الكبيرة في السن انت بتعرفيها ازاي؟ علامات كده، انت لو شفتي عليها العلامات دي هتعرفي ان الفراخ دي عتيقة او كبيرة في السن. ايه هي العلامات دي؟ العلامات دي ان الفراخ دي بتكون عرفها، العرف بتاعها طويل، العرف بتاعها بيكون كبير. يعني مثلا الديك اللي انت شايفاه قدامك ده ديك كبير قوي في السن. شايفه العرف بتاعه كبير ازاي؟ العرف بتاعه ما شاء الله كبير جدا. شوفي العرف كبير ازاي. فدي طبعا دي ديك عتيق. ديك عتيق يعني كبير في السن. اول علامة من العلامات اللي هتعرفي بيها الفراخ العتيقة، الفراخ العتيقة بيكون عرفها كبير جدا، واضح جدا. ده اول علامة. تاني علامة اما بتيجي توزنيها كده، بتلاقي وزنها كبير جدا، يعني وزنها كبير. يبقى اول حاجة في الفراخ العتيقة، اول حاجة عرفها كبير جدا، واضح جدا. الوزن بتاعها بيكون تقيل، يعني ممكن تكون معدية ال2 كيلو ونص او واصلة ل3 الا ربع. الوزن بتاعها بيكون كبير، مش زي الفراخ الصغيرة. الفراخ الصغيرة طبعا عارفين ان وزنها بيكون صغير. الفراخ البدارة بيكون وزنها صغير. يبقى اول حاجة في الفراخ العتيقة عرفها كبير، واضح جدا. تاني علامة الريش بتاعها بيكون طويل قوي، يعني تيجي تمسكي الجناح كده تلاقي الريش طويل، وتلاقي الريش سميك كده يعني جامد. تيجي تمسكيه كده تلاقيه جامد. زي ما قلنا برضو وزنها دايما بيكون كبير عن اي فرخة تانية، يعني ممكن تكون داخلة على 2 كيلو او 2 كيلو ونص. طب وزنها بيكون كبير ليه؟ لان هي بيكون بطنها مليانة دهون، فالدهون دي بتوزن. برضو بطنها بيكون مليان عنقود البيض، لان احنا عارفين ان هي بقى بتبيض من زمان، فبطنها بيكون فيها عنقود البيض. عنقود البيض ده بيوزن، يعني ممكن تكون هتبيضة هي يعني جواها بيضة، وعنقود البيض فيه كذا بيضة، فبتوزن بقى.
طيب الفراخ العتيقة برضو عشان تعرفيها الحركة بتاعتها بتكون بطيئة جدا. الحركة بتاعتها بتكون بطيئة ليه؟ طبعا زي ما قلنا لان وزنها تقيل. يعني انت مثلا لو مربية فراخ بلدي او فراخ بيضة، الفراخ البلدي بتلاقي حركتها كبيرة كده وبتروح وتيجي، لكن الفراخ البيضة بتلاقي الحركة بتاعتها بطيئة. ده بسبب ان الفراخ البلدي بيكون وزنها خفيف فحركتها ضعيفة، حركتها كبيرة وكده، لكن الفراخ البيضة بتكون حركتها بطيئة نظرا لان هي وزنها اصلا تقيل. احنا كده قلنا كل حاجة في الفراخ العتيقة. ميزة برضو ان انتوا بتعرفيها في الفراخ العتيقة، شايفة الضفر من ورا كده، يعني الضفر بتاعها من ورا كده بتلاقيه كبير قوي. يعني زي ما شايفين الفرخة اللي قدامنا دي كبيرة في السن. بتلاقي الضفر، احنا عارفين ان الفرخة بيكون لها 5 ضوافر. الفرخة بيكون لها 4 ضوافر، 3 ضوافر قدامانيين وضافر ورا. انت بتعرفي بقى اللي اهو زي ما شفنا كده فرخة قدامك اهي. هنشوف فرخة اهي قدامك اهي، في اللي لها ضافر من ورا. يعني الفرخة بيكون لها 4 صوابع كده، 3 صوابع قدام وصابع ورا. الصابع اللي ورا ده اللي بنحدد منه اذا كانت الفرخة دي كبيرة في السن او صغيرة في السن. اما بتلاقي الصابع كده الضفر بتاعه طويل جدا جدا، يعني طبعا ال3 صوابع فيهم ضوافر. فانت بتعرفي بقى من الصابع اللي ورا كده، بتعرفي شايفة مثلا الديك ده كبير في السن اهو. شايفة الضفر من ورا عامل ازاي؟ اقرب الكاميرا منه اهو. الضفر من ورا كبير جدا، الضفر بتاع الديك كبير جدا. ده اللي بيدل على ان الديك ده كبير في السن. شايفين الضفر اهو كبير جدا، فده بيدل ان ده ديك كبير في السن. يبقى العلامة دي ده اكتر علامة ممكن تفرقي بينها بين الفراخ العتيقة والبدارة. قلنا ان هي لها 4 صوابع، الصابع اللي ورا، فالضفر اللي فيها تشوف الضفر اللي فيه هتلاقي الضفر كبير جدا. ده بيدل على ان الفرخة دي كبيرة في السن او عتيقة زي ما بنقول. طيب احنا كده اتكلمنا عن الفراخ العتيقة، هنتكلم بقى عن الفراخ البدارة. فراخ البدارة اول حاجة عرفها صغير جدا، ده اول علامة من علامات الفراخ البدارة. عرفها صغير جدا. العرف بالنسبة للون بتاعه، العرف احمر قوي، يعني حمار شديد كده. ما بيكون عرفها صغير والعرف بدأ يحمر كده، دي بيكون علامة ان الفرخة بتاعتك دي قربت تبيض. يبقى الحمار ده بيدللك او بيعرفك ان الفرخة بتاعتك قربت تبيض. الفراخ البدارة برضو بتيجي توزنيها بتلاقي وزنها خفيف جدا، طبعا زي ما قلنا لان هي مش عتيقة. اول حاجة بيكون وزنها خفيف جدا لان هي ما بتكونش مربية دهن جواها كده زي الفراخ العتيقة. وتاني حاجة برضو ان ما بيكونش فيها ما بيكونش فيها بقى عنقود البيض اللي بيخلي الفرخة العتقية تجيب وزن معاكي. الفرخة البدارة اخرها معاكي ممكن يكون 1.5 كيلو او 1.25 كيلو. زي ما قلنا دهونها بتكون قليلة لما بنقارنها بالفرخة العتقية. عنقود البيض بتاعها بيكون لسه ما اكتملش، عشان كده وزنها ما بيكونش تقيل. لما بيكتمل عنقود البيض بقى الوزن بتاعها بتبدأ بقى تزيد في الوزن. طب الحركة بتاعتها زي ما قلنا الحركة بتاعتها بتكون يعني ايه حركتها بسرعة كده، خلاف الفرخة العتقية. العتقية بتكون حركتها بطيئة، اما الفرخة البدارة فبتكون حركتها حلوة، يعني ايه بتروح وتيجي وتجري وكده، لكن التانية بيكون مشيها قليل جدا. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة اللي اتكلمنا فيه ان ازاي تعرفي ان الفرخة اللي قدامك ده بدارة او عتقية، عشان محدش يضحك عليكي. يعني لما تيجي تشتري بمجرد ان انت تبصي للفرخة كده هتعرفي اذا كانت الفرخة معاكي عتقية او بدارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.